ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كبده والرابع مره بسجل الفيديو. يلا بينا اوريكم الطريقه، وعشان قلت كلام كتير في التسجيلات اللي فاتت فمش مستاهله عيد. يلا بينا. هنا بقى جبت كبده بلدي كانت مجمده، قطعتها وهي مجمده عشان اعرف اتحكم في الحجم بتاعها. كنت مقطعها اسكندراني. جبت بقى ليمونه كامله وعصرتها وهديها تقليبه، وجبت كميه توم كبيره على كزبرة ناشفة يا إما حصى يا إما مطحونة، وهرستهم مع بعض عشان دي تبقى الخلطة الأساسية بتاعة الكبدة. هنا بقى اديتها تقليبة واسيبها شوية. جبت طاسة سخنتها حطيت فيها زيت، وهجيب نص الكمية بتاعة الخلطة ديت واحطها في الزيت. هقلبها كويس جدا انها تحمر عشان احط عليها الكبدة. وانا بقلبها كانت ريحتها جميلة بمعنى الكلمة. قعدت بقى اقلب فيها لحد ما خدت اللون الذهبي. كانت ده كان ده اللون. بعد كده بقى هحط عليها الكبده. كانت الكبده يا جماعه بلدي، اكتشفت انها كبده وقلب. ما عرفتش بقى لما طابت اصلا، يا ماما اللي قالت لي انها كبده وقلب. المهم بقى قعدت اقلب فيها كويس. وبعد كده بعد ما قلبتها وخدت لون وريحتها طلعت، هحط باقي الكميه بتاعه الخلطه اللي هي الثوم والكزبره الناشفه. بعد كده اقلب بقى كويس 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 جدا. وكل شويه لازم اقلب فيها عشان لو سبتها ممكن تلزق، خصوصا انها ما نزلتش الميه بتاعتها لسه. هنا بقى هحط باقي كميه التوم. بعد ما احط باقي كميه التوم هديها تقليبه. وكنت مقطعه بصل شرايح وفلفل شرايح، كنت حطيت خل. قطعت بقى الفلفل شرايح والبصل شرايح حطها عليهم بالشكل ده. حطيتها بقى وقعدت اقلب. غير كده ان انا كمان هحط التوابل بتاعتها واحط الليمون، يعني انا هحط التوابل. هستغنى بقى عن الكزبره لان انا حطيت كزبره في الاول. فهحط كمون معلقه كامله، كان الكمون خلص. معلقه كامله. وفلفل اسود حاجه بسيطه عشان ما كترش طعمه ميبقاش باين. وحطيت بابريكا. وهحط معلقتين ونص او ربع ملح على حسب ما احط الكبده يظبط. تمام تمام. هديهم بقى تقليبه كويس على السريع. انا ما كنتش عارفه اقلب بمعلقه واحده، وهجيب معلقتين واقلب فيهم. كده جبت ليمونه كامله وعصرتها، يعني كده انا جبت ليمونتين، واحده في الاول خالص وواحده دلوقتي. هنا بقى جبت المعلقتين بقى وقعدت اقلب كده زي كاني واقفه على عربيه كبده، وكنت حابه الموضوع يعني. كان شغال. قعدت بقى اقلب 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 لحد ما هجيب غطا والم كده الكبده على بعضها واغطيها. اللي هو بعد ما غطيت شلت الغطا وبعدين لميتها وبعدين حطيتها. اه كان كده تمام يعني. اصلا بدأت الكبده تنزل الميه بتاعتها. كده كنت بلم الكبده على بعضها. كنت بقى عماله الم الكبده على بعضها، وبعد كده غطيت بقى. شلت بعد 10 دقايق بالظبط لقيتها منزله ميه بتاعتها، قعدت اقلب فيها تاني. هو الفيديو كله عباره عن تقليب اصلا، يعني فيديوهاتي كلها عباره عن تقليب. المهم ان انا لازم اقلب فيها كل شويه عشان لما البخار ده بيطلع فالميه بتقل، فبالتالي الكبده بتلزق. فانا مش عايزه ده يحصل. وبعدين مش هتلزق يعني لان اصلا الطاسه تفل وكده فمش هتلزق. جبت بقى طحينه وميه سخنه. وجبت كميه التوم اللي فاضت مني، كنت سايبه حته صغيره كده عشان احطها على الطحينه. كنت كل شويه برضو بقلب عشان زي ما قلت لكم ما تلزقش. جبت بقى زيت زيتون، وحطيت ليمون وبابريكا وفلفل اسود حاجه بسيطه جدا. وطبعا الكزبره على الثوم، وقعدت بقى اقلب فيها اقلب اقلب اقلب. وهفضل اضيف ميه لحد ما تبقى بالماتيريال او الحجم ده يعني. اللي هو مش عايزاه تمط قوي. هنا بقى كنت كل فيديو مستعجليني، اللي هو ما بعرفش اصور الاكل خالص. اللي هو جعانين جعانين، كان الكبده كانت تستاهل الصراحه اكل. جبت بقى سندوتش فينو، وحطيت في الاول طحينه وبعد كده كبده، وحطيت عليه طحينه وهجيب ليمون والشيبسي. صراحه انا اكلت السندوتش ده جوه قبل ما اكل معاهم بره، فكانت طعمها جامد صراحه جامد يعني. بعد كده بقى ما ننساش وحوح، اللي هو مرضتش احطه في الاول ولكن هناكل بيه بعدين. جبت بقى البيبسي، ما ينفعش الاكله دي من غير بيبسي. بعد كده بقى التصوير بتاعي عن قريب. كبده يا جماعه شكلها ولونها كان جميل جدا. المهم بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشيروا الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي.